السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حابب أتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم، وهو موضوع المقاطعة. طبعا احنا عارفين كلنا موضوع المقاطعة دوت، هي يعني احنا فاكرين ان هي حاجة بتدمر العدو الصهيوني، ولكن هي بالعكس. احنا كده يعني بندمر العمالة المصرية. النهاردة احنا عندنا حوالي مثلا مش أقل من 10 مليون عامل وموظف في جميع الشركات اللي هي فيها المقاطعة يعني. طبعا العشرة مليون عامل طبعا متجوزين برضو 10 مليون امرأة ولا ايه، وطبعا العشرة مليون امرأة عندهم 10 مليون طفل، هنقول كلهم على بعض يا عم 10 مليون واحد. طيب احنا دلوقتي لما احنا نقطع المنتجات دي، تمام، وغيرها كتير يعني. طيب احنا لما نقطعها حضرتك، العمال ده هيروحوا فين؟ ما تقوليش ان هم يروحوا شركات تانية، لان ما فيش شركات تانية، لان احنا عندنا اساسا في بطالة كفاية في مصر. احنا بدل ما مثلا نقول كده، نقول مثلا نفتح شركات تنافس الناس ديت. النهارده حتى الشركة اللي كانت موجودة اللي هي هتنافس الناس ديت كانت بتبيع المنتج ب7 جنيه، وبعد المقاطعة بقى ب15 جنيه. وطبعا امكانيات ده غير امكانيات ده، وخامات دوت غير خامات دوت. التاني بيقول لك اصل انا بحاول احسن المنتج. طب ما تحسن المنتج من الاول وبرضه بيعه بسعر رخيص، ما تكونش ب7 جنيه وتبيعه لي ب15 جنيه. نرجع لموضوع المقاطعه يعني. طبعا ايه، انت حضرتك لما هتيجي تقاطع، طبعا عايزك تقاطع بقى ايه؟ السوشيال ميديا، وتقاطع لي الفيس والماسنجر والواتس والحاجات دي كلها، لان الحاجات دي كلها بتصب في مصلحه اليهود وفي مصلحة مارك اليهودي. ما تقوليش بقى اصل انا ما اقدرش استغنى عن السوشيال ميديا واستغنى عن الواتس والفيس وبتاع، زي ما انت ما تقدرش تستغنى عنهم برضو الناس اللي شغالة في الشركات ديت ما تقدرش تستغنى عن الشركات دي. وما يجيش واحد بعد 20 30 سنة شغال في شركة وتقول له تعالى اعينك في شركة تانية، هيروح هيتعين فيها حضرتك مش هيتعامل نفس المعاملة اللي كان بيتعاملها هناك في الشركة اللي هو فيها، لأن هو خلاص خد وضع معين وخد حوافز معينة والكلام ده كله. طبعا احنا هنتكلم برضو، بص بقى المقاطعة بتاعتك أثرت على مين؟ أثرت على برضو السوبر ماركت. شوف بقى كم عندك سوبر ماركت وكم أسرة بتشتغل وبتستفيد من الحاجات المنتجات ديت. يبقى انت كده حضرتك بدل ما بتضر بدل ما بتفيد. النهارده اقتصاد العالم كله مع اسرائيل ومع اليهود، صح ولا انا غلطان؟ السعوديه، الامارات، البحرين، ابو ظبي، قطر، الدول العربيه اللي معاها الفلوس والامكانيات والبترول والكلام ده كله، كل دوت موجود مع اسرائيل. فاسرائيل حبيبي مش مستنيه ان انت تقاطع ولا ما تقاطعش. ما تقوليش اصل دي هتجيب رصاصه، اصل دي هتجيب بتاع، هتجيب دانه، هتجيب مش عارف ايه. الكلام ده كلام لا مؤاخذه، كلام ناس فشله. برضو ارجع واقول لحضرتك، لو انت عايز تقاطع فعلا، قاطع كل ما هو يخص الناس دي كله كله. ما تقوليش ايه اصل عشان خاطر انا عايز لبن معين بيجي من هناك فهشتغل بيه، اصل انا عايز مش عارف ايه لا، قاطع كل حاجه. يا اما ننتج ونشتغل وتبقى مصر دي ام الدنيا وقد الدنيا بالمنتج بتاعي، مش ان انا اكسر مقاديف واحد شركه عشان خاطر شركه تانية، والشركه التانية اللي ما كانتش شغاله تروح مغليه المنتج. احنا بنشتغل بعض، قسما برب العزه الشعب المصري ده بيشتغل بعض. عموما انا قلت اللي عندي، لان الموضوع ده مضايقني جدا، لان في ناس كتير جدا شغاله في الشركات ديت اتضرت لان الناس ديت عندها اولاد وعندها مدارس وعندها صحه وعندها حاجات كتير، مصاريف. طبعا انت لما تقاطع الحوافز راحت، الناس دي لا حول ليها ولا قوه. عموما احنا مش ضد فلسطين، احنا فلسطين والقدس دي اولى القبلتين. طبعا احنا ما نقدرش او محدش يقدر ولا يزايد ان دي اولى القبلتين. والنبي عليه الصلاه والسلام بص من نظره مبدئيه من سنين السنين ان القدس ديت هيحصل فيها مشاكل. راح ربنا قال له ولا الآية القرآنية اللي بتقول فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجوهك
شطر المسجد الايه الحرام. انا مش فاكر الايه قوي ولكن برضه